يا سلام يا جدعان لو تنطر فلوس. ما هي لو نطرت هتيجي الحكومه تاخدها. ما انت الوظيفه اللي عندك ايه؟ انت مرتباتك في مصر مرتبات دنيا. مرتبات ايه يا فندم؟ اوه ماي جاد لوك هوز هير. المرتبات ايه؟ حد يقول لي يعني ايوه تعبانه. بدرة واي يور هير ان ايجيبت to make money يا حبيبي. اوه ماي جاد انت جاي مصر عشان تعملي فلوس. انت بتاخد مرتب كام؟ بتاخد 6000. انا عارف انهم كتير يعني بس كتير ايه؟ كتير ايه؟ ده قليل جدا. انا باخد 700 جنيه. ايوه مرتبات دنيا، مرتبات منخفضه. سايبه شيلي 18 ساعه 18 hours from Cairo to Chile and you came to Egypt to make money. عايز تقول لي ان المفروض ان احنا نزود المرتبات؟ ايوه انا عارف، بس منين؟ عايز اقول لك حاجه، انا معتمد على الله وعليك. اعتمد على الله، سيبك مني. انا عرفت ان ليكوا اخ عالم. سامح ده هو ده الوحيد الضعف فينا. هو اللي باظ. انت وجوهره السبب. ما لو كان طلع فنان كان زمانه كسب اكتر بكتير. من عالم. هو انا السبب ولا ايه؟ انا كان عليا عايز ادي المواطن 30000 جنيه. ما تقولش كده، ايه الكلام العبيط ده؟ انت خربت حياتي خالص، خربتها خالص. في كام اللي يكون في حد شغال في حته ولا حاجه يلاقيني واقف جنبه اقول له ايه؟ بتاخد كام؟ فيضحك يعني. بتكسب كام بقى يا محمد؟ حر بقى يا ابن مضلمه لغايه ما تجيب ظرافه. المجمع الصناعي هنا يا فندم. بتكسب كام بقى؟ يا عم انت هتنط لي كمان في حلمي، هي ناقصاك. ايه الناس دي؟ انا بقى بسال كده عشان اشوف الانسان ده البسيط ده بياخد كام، واعرف هل هو يقدر يعيش كده ولا الدنيا عامله ازاي. في واحد الله كده مالك كفران ليه؟ بقى لي 4 شهور ما قبضتش، 4 شهور. وانا ماشي على الطريق ده بتاع الساحلي فلقيت شاب صغير يعني. كنت عايز اسالك سؤال بس تجاوبيني بصراحه ومن غير خوف. تاخد كام؟ والله العظيم انا اتصورت هيقول لي باخد 100 جنيه 120 جنيه، قال لي انا باخد 180 جنيه. انا قاسي. انت حنين قوي. طب شرير. انت اطيب واحد اصلا. طب جاحد. You are so cute. امال ليه انا دايما السيء في روايه احدهم؟ قال لي انا باخد كام يا كامل؟ مش كده؟ قال لي كام؟ انت بتقبض مرتبك كام وحوافزك كام؟ يعني التوتال بتاعك كام؟ انا بقبض اساسي 17 وبيوصل بالمكافآت والحمد لله يعني بيوصل 21 22. انت وجوهره السبب. 17 جنيه يعني ولا 17000 يا فندم؟ 17000. طب ما تقول ما تتكسبش، حلال عليك. الفلوس هي اللي كل حاجه، وانا الحمد لله عندي شهاده في البنك ب 10000 جنيه مصري، مقدم على شقه في اسكان الشباب. الآن بداية تعيين الإمام لا تقل عن بداية تعيين الطبيب، ده بالأرقام. حد يقول لي طب ما الدكاترة بتسيبكم وتمشوا، صحيح؟ مش كده يا خالد؟ ايوه يا فندم. اتكلم. قول بقى يا دكتور. فضلك ما تتكلمش، ما تكملش الكلام. يلا يا علي. 7250 جنيه بداية تعيين للإمام من حملة الليسانس. كلمة اتفضل يا محمد. أنا بحييك. ممكن أسلم على الشيخ؟ لا ما بيسلمش بالإيد، بس بسلم بوس. أنا هسأل السؤال ده ليكوا كلكم وليا. يا ترى احنا بندي الجيش والشرطة إيه؟ مثلا تجد انه الجهاز الاداري للدوله اللي فيه حوالي 1.4 مليون موظف يحصل على حوالي 43 ل 46% من كعكه الاجور على مستوى الدوله. دول بقى منهم 850 في وزاره الداخليه. دول ده في رائد كان في امن الدوله من 6 سنين ولا 7 سنين كان بياخد 33000 جنيه. المبالغ المرتبات اللي بتاخدها الناس ديت ضابط كان او صف ضابط او جندي في الجيش او الشرطه، لو قلت لكم الارقام هتستغربوا قوي. مرتبته عميد بياخد كام في الشهر بابا؟ مرتبه كده بالحوافز بيتعبوا دلوقتي بتوع الداخليه. بياخد مرتب يعني كويس. كام يعني بيحصل له كام؟ مش عارف، شايف اقول والله. ليه؟ مش ده موظف عام في الدوله. بينما عندك 3.5 مليون موظف في الاداره المحليه، منهم 1.7 مليون شغالين في التربيه والتعليم، يحصلوا على 46%. يعني 1.4 مليون موظف بيحصلوا على حوالي 43%. هتستغربها وان هي ارقام يعني ارقام متواضعه. و3.5 مليون موظف في الاداره المحليه اللي هم شايلين السن كله والعبء كله في مجال الخدمات وبصفه خاصه في التعليم بيحصلوا على 46%. بابا عنده سواق وعربيه من الداخليه ولا ما عندوش؟ ما اكيد ما هو ظابط يستحق. يعني انت ما بتشوفش السواق بيجي ياخدك يوديك المدرسه يجيبك المدرسه؟ لا بيجي ياخدني يوديني الدروس وكده. يا ترى بيقولوا لنا بيعملوا افات عايزين فلوس؟ يعني ممكن يبقى موظف خريج كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، زميله شغال خريج نفس السنه وده اشتغل في وزاره الداخليه بياخد قد ده
5 6 مرات مثلا يعني، وهكذا بيحصل في حتت كتيره. بابا مساكنكم في شقه ولا فيلا؟ لا فيلا. فيلا ملك ولا ايجار؟ لا ملك طبعا. ملك. شريتوها بكام؟ يعني ب 5 مليون. جده كان عنده مزرعه قبل ما يموت؟ ما كانش عنده حاجه. امال ابوك جاب ضم ال 5 مليون منين؟ احنا رايحين لحد فين؟ فتره ال6 سنوات الجايه فتره الانطلاق. ولقيت ناس النهارده طبعا صحيت الصبح صباح الخير الكهرباء قطعت، مساء الخير السكر زاد. شفت الكهرباء قطعت. كأن انا اللي ماسك المفتاح الكهرباء. بترحمني من الاشكال الوسخه دي. فتره جني الثمار، احنا تعبنا كتير مننا يقول يعني الاكل غالي. سؤال بجد، انا اول مره اتكلم في الموضوع ده، واحنا رايحين لحد فين؟ يعني احنا رايحين لحد فين بجد؟ انا اللقاء الخميسي وقبلت التحدي الحديث عن انجازات الرئيس. هو اللي بيمشي ورا النسوان بيفلح. وعملنا كتير وقدمنا كتير وحققنا مشروعات وانجازات لم تحدث. السكر موجود ولا لا؟ السكر موجود عندكم في الشارع؟ مش موجود. الناس كلها بيقول لك احنا دخلنا قليل والاسعار غاليه. صحيح، عندك حق والله، الاسعار بقت نار، كل حاجه غليت. مش عارف ادافع عن الحكومه في الموقف ده خالص في موضوع الكهرباء. هو ما كان في ازمه كهرباء، مش القطاع اللي كان اللي فات الفتره اللي فاتت دي، لا كان في ازمه كهرباء حقيقيه. لازم مشكله الكهرباء تتحل خلال سنه، واشتغلنا على كده وعديناها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالكهرباء رجع من النهارده قطع الكهرباء لمده 2 ساعة كل يوم الى حين اشعار اخر. زغرطوا يا اخوان، يا حتى زغرطي والنبي يا نسوان. الله 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 الله. احنا حققنا انجازات وعملنا حاجات كتيره جدا. في الشهرين اللي فاتوا دول اضطرينا ان احنا نخفف. ليه؟ المفروض نقول كلام جميل مش كده؟ لا انا ما بقولش كلام جميل، وانا يمكن بقولها دلوقتي عشان بس تبقى واصله للناس، لان حجم الوقود المطلوب عشان نشغل المحطات بقت عبء علينا. تجيب سوره ياسين وتقراها، ده الحل الاخير بقى. اللهم اعد لنا الكهرباء، امين يا مؤمن. سبحان. سكر مستحملين انه انا ممكن ابقى متضايق وابقى تعبان، وكيلو البصل وصل 30 ولا 40 جنيه، وبصل مستحملين، واسعار زياده مستحملين، ماشي. وكيلو السكر مش عارف بقى ب 60. ايه بقى بجد، هو ايه اللي فاضل؟ كل ده يعدي، محدش هيموت من لو ما لقاش سكر مثلا. يلا روح اعمل شاي يا روح اعمل لنا شاي. نقعد نقول احنا بنعمل ده وبنعمل ده. اذا كنتوا انتوا صرفتوا الفلوس البلد في حاجات ما عملتوش حساب الكهرباء، احنا اسفين. فكك بقى من الحاجات اللي انتوا عملتوها التانية دي وهاتوا لنا كهرباء. ما لو احنا بنعمل ده وبنعمل ده احنا بنعمله صح، طب ما لحالنا كده ليه؟ طب انا اصدقك ازاي في الانجازات التانية؟ علمتوهم الكلام ده، جهزتوهم، علمهم الحقيقه، العلم الحقيقي، وعلمتوهم ان هم لا ما حدش يقول لي حدش يعمل لي كده ان الموضوع لا، ودي المعجزه، ادي الكلام ده. انت كده بتعرض الحمله كلها للخطر. يعني الموضوع بقى محرج جدا يا جماعه، وبقى في حاله نفسيه سيئه في البيوت المصريه. واي حد بيعمل اي حاجه النهارده كيلو اللحمه توصلوه 450 جنيه ولا 500 جنيه ولا ايه؟ طب الناس هتعمل ايه؟ الناس عايشه ازاي؟ ما انا برضو عايزه اعرف هي الناس بتجيب الحاجه ازاي؟ الناس بتجيب الحاجه ازاي؟ يعني اديك قرشين صغيرين كده 100 جنيه و150 جنيه واسيبك كده، لا كهرباء ولا ميه ولا صرف صحي ولا طرق ولا ايه ده؟ احنا اضحك عليكم؟ مصلحتنا بتصب في عندك انت، مفيش مصلحه ليا. واحنا بنشوف حاجه، احنا لا ميه ولا كهرباء ولا علاج، كله بيصب عندك يا كبير. انت قلت لي دكتور محمود ولا محمد؟ بص يا محمد، هو انا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديله مرتب كويس؟ ما عملتش يبقى انا مش قادر، مش عايز، انا مش قادر. بس يا استاذ الله يكرمك بطل تتعلق عليا. يعني بيبقى حاز علينا نفسنا، احنا مش اقل من القضاة ولا ضباط الشرطه ولا ضباط الجيش. يطحن نفسه، ايوه ده يطحن نفسه وده يطحن نفسه وده يطحن نفسه. انا عمال على نفسي ديت. والله العظيم صعبان عليا، انا طلعت حمار يا ديفيد. 5 بالحب يا حبيبتي مصر.